بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اذكر الله وصل على سيدنا رسول الله. هو مرتضى منصور راجع أو رجع زي ما هو قال ولا ما رجعش؟ طب هو مجلسه هيكمل ولا المجلس خلاص راح؟ طيب هو في مجلس في إدارة نادي الزمالك حاليا، في نادي الزمالك ليه مجلس إدارة؟ في حد دايره يعني ولا ما فيش؟ هنشوف مع بعض. امبارح طلع واحد على قناة نادي الزمالك، هو الفولي، مش عارف اسمه حاجة الفولي كده، وقال لك انفراد انه مستشار مرتضى منصور مكمل هو ومجلسه مدته لحد 25. طبعا هي الناس اصلا ما تسمع قناة الزمالك دي مش ما تصدق، ولكن طلع مرتضى منصور على الصفحة بتاعته النهارده الصبح وقال لك انا رجعت المجلس وبادارتي بس ما رجعتش، يعني انا رجعت بس ما رجعتش، هو لغز كده يعني مش هرجع انا الا بحكم محكمه عشان الغي كلمه حكايه المعزول ده، عشان هو زعل لما قالوا له يا معزول. هو معزول يعني واحد عليه حكم واخد سنه واخد شهر وموقوف من المحكمه، فهو موقوف يعني اوريدي موقوف. ولكن هو الموضوع ايه؟ انه هو راح قدم استشكال على حكم المحكمة اللي طلع، او استئناف على حكم المحكمة اللي طلع بعزله. فلما ما يقدم الواحد ما يوقف تنفيذ الحكم السابق لحد ما يحكم من جديد، زي ما كان في موضوعه لما كان واخد شهر حبس وهو كان مقدم استئناف وكان قاعد يقول لك انا اهو، لحد ما طلع جت موعد القضية والاستئناف ديته وحكموا ان هو بيقضي العقوبة بتاعته وقضى. نفس الفكرة، هو راح قدم استشكال او استئناف في المحكمة الاقتصادية، قال لهم انه انا لا وده انا مكمل ومش مع انه من يومين هو وولده وعياله طلعوا قالوا لا احنا مش هنكمل. فهو الموضوع انه هو بس قدم، راح المحكمة راح قدم استشكال فاوقف التنفيذ الحكم السابق اللي هو غضب انه هو يتعزل من منصبه، وفي نفس الوقت قال لك اشغل ايه الحبايب بتوع اللي هم ما يصدقوا واللي هم ايه انتوا عارفينهم يعني. تخش على خالد الغندور، سياسة خالد الغندور ان هو مش محلل، ومثلا جات على نادي الزمالك مثلا ضربة جزاء والحكم ما حسبهاش على الزمالك، فهو ما يطلعش مثلا يقول لك خالد الغندور لا ده الحكم اخطأ في انه ما حسبش ضربة جزاء لنادي الزمالك، ويروح يجيب لك مثلا فيديو من سنتين الخطأ مثلا حكم في نادي مثلا الاهلي مثلا وغزل المحله الاهلي والترساني ولعبه مشابهه زي كده مثلا، ويقول لك اهو الحكم ما حسبها. هي دي زي دي، ما يقولش مثلا انه دي ضربه جزاء وما حسبهاش الحكم ودي ضربه جزاء وما حسبهاش الحكم، لا يقول لك لا دي مش ضربه جزاء ودي مش ضربه جزاء، اللي هو مقارنه، ما يحللش اللي هو التحليل العملي. لا هي صح ضربة جزاء وما حسبهاش الحكم واخطا، وكان الفريق المنافس لنادي الزمالك في هذه المباراه يستحق ضربة جزاء يعني حتى تكسب ثقة مشاهدينك. لكن هو لا، اي حاجه تحصل على الزمالك يروح يجيب لك مثلا كوره مثلا الاسماعيلي وبيراميدز والحكم نفس الشيء وما حسبها، مع انها تكون دي عكس دي وظروف دي عكس ده والحكم ده غير ده، يقول لك دي زي ده. المهم انه فيش حاجه تحسب على الزمالك. تعملون زي ما عملت، زي عارف الجماعه المهبلين اللي اول ما تقول له كلمه يروح مرددها لك، لما تقول له يا كذا يقول لك نفس دي سياسه خالد الغندور. اما هو كتحليل حتى لما كان لاعب كان نفس القصه، يعني ما كانش ليه يعني اللي هو يعني حتى ما راحش منتخب مصر كتير ولا اي حاجه، زي شيكابالا وزي اللي هو ما عندوش صدق مع نفسه يعني. يوسف اسامه نبيه اللي كان نجم النجوم وكانوا طالعين به السمي، الراجل عايز يروح بيراميدز، لقى الدنيا في الزمالك ما حدش مقدره والعمليه شغاله بالسمسره، وبتاع بيراميدز الراجل قدم له عرض وقبل. يعني مش هيكون مثلا زي طارق حامد، طارق حامد مشيته طارق حامد ومشيته امام عاشور ومشيته اسمه مين ده بن شرقي وساسي ومحمود اسمه مين دي المدافع محمود المدافع اسمه مدير ولدنا ديت اللي هو احنا على طول المهم نسيت اسمه، واوباما، ومشيت فرغت الفريق كله من اللعيبه الاساسيين، وجبت الزناري وجبت سامسونج وجبت مين الثاني مصطفى شلبي، وجبت المهم اللي جبت لك بتاع 10 12 لعيب ولا واحد، جبت واحد اسمه
زكريا الوردي مش عارف ولا ابراهيم الوردي، لعب مباراتين وغلط غلط وجاب جون في نفسه، وقعدت عملت لك قصه وقلت الجماهير طالبت انه يروح له مش عارف ايه، وما تقول انتوا اللي مشيتوا زكريا الوردي. ايوه محمود علاء المدافع محمود علاء، وانتوا اللي مشيتوا محمود علاء، وانتوا اللي مشيتوا فيريرا، وانتوا. المهم انه الخطا من الجماهير والصواب منه هو من امير ومن احمد، وهو لا يخطئ. ودي مشكله الزمالك. مشكله الزمالك في الرجل ليتي انه هو. طب بقول لك حاجه يعني. قناه الزمالك في كم نجم ما يحلل قناه الزمالك من ابناء نادي الزمالك، مع انهم مالين القنوات، ولا نجم يعني. خالد الغندور ده ما عشان اعتبروه نجم يعني، فهو فيش غيره، لانه هو الوحيد اللي ماشي في السياسه الحلوه بتاعته. فهو بس. لكن تشوف تلاقي حازم امام مثلا، مدحت عبد الهادي، القباني، ايمن يونس، فاروق حتى فاروق جعفر كان في الاول معاهم في القناه، سابهم مشى يعني. العمليه ايه هو اللي ما يحصل دي. وجاب الحبايب دول الجماعه اللي ما يضحكونا كل يوم وقعدهم الراجل، فدول اللي هم مشوا في السياسه. لكن اسال اي حد من ابناء نادي الزمالك كده بينك وبينه يقول لك هم دول السبب. فالزمالك ومشاكله وكل اللي حاصل في الزمالك هم دول ايه السبب في كل اللي حاصل للزمالك. تخش على دكو يوسف أسامة نبيه وسيف، نخش على سيف جعفر. سيف جعفر اعتبر نفس قصته نفس قصة والد أسامة نبيه، هيمشي برضه من النادي و نفس القصة يعني، هم شغالين في السمسرة وهيمشوا بس. والسلام عليكم.